السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية الفلفل في المنام. الفلفل في المنام من الرؤى اللي بيجيلي عنها أسئلة. وزي ما احنا شايفين الفلفل ألوان، في منه الأحمر وفي منه الأخضر وفي منه الأصفر. رؤية الفلفل في المنام، يا ترى ده رزق ولا تحذير؟ الأول هنشوف هنتكلم عن الحاجات اللي فيها طعم قوي أو حار. يعني لو الفلفل حار أو بارد أو طعمه مثلا خفيف، ده بيختلف. ده معناه إيه؟ خير ولا رسالة تحذير؟ رؤية الفلفل الأخضر بتدل على إيه؟ على رزق بسيط لكنه فيه بركة. يعني رزق هيجي، بس رزق هيكون ممكن يكون قليل، بس هيكون إن شاء الله فيه بركة. أو بيدل على بداية جديدة لمشروع. أو مثلا الواحد أمور كان يائس منها، والأمور دي إن شاء الله تتحقق له بالخير. ولو كان الفلفل طازة وشكله جميل، فده بشرة خير، إن في حاجة جاية قريب وأخبار حلوة للرأي اللي هو شاف الفلفل في المنام. وفي أمور هتتحسن ليه، يعني يسر بعد عسر إن شاء الله. لكن لو طعمه حار وحراق زي ما بيقولوا، فده بيدل على ان الانسان ده بيمر بامور فيها توتر او فيها مشاكل، بس ان شاء الله هتعدي على خير باذن الله. الفلفل الاحمر بقى في المنام، احنا دلوقتي اتكلمنا عن الفلفل الاخضر. الفلفل الاحمر في المنام دي معنيين. لو شكله جميل وشكله مفرح، ده بيدل على ان في مشاعر قوية، او ان هو الشخص ده قريب من حد بيحبه بيغير عليه. لكن لو كان الفلفل دوت حار، يعني حراق، ده بيشير الى ان في كلام هيضايقه. يعني كل ده لو هو ده الفلفل في المنام، ان في كلام جارح ليه او مشكلة هتحصل، فيكون على حذر على قد ما يقدر في الفترة اللي جاية، ويحاول ان هو يتجنب اي مشاكل. وزي ما احنا قلنا، الأحلام بتكون انعكاس لمشاكل أو أمور خاصة بحياتنا. ممكن بيكون حديث نفس أو أمور أنا مثلا بفكر فيها، مشكلة بمر بيها، فدي بتنعكس عليا في الحلم. وممكن الحل يجيلي في الحلم، بتكون بشرة خير أو مفتاح لحاجة أنا مش فاهماها، بتترجم لكده في الحلم. طيب لو الفلفل بقى الأسود أنا حلمت بيه وده مطحون، يعني الفلفل ده بيكون مثلا مطحون، فده بيدل على إن في ضيقة، بس الضيقة دي هتكون بسيطة وهتعدي. أو كلام بيتقال من وراك، يعني ناس بتتكلم من وراك في حقك. أو في توتر نفسي، في مشاكل بتمر على الرأي، وإن شاء الله هتتحل يعني بسرعة، مش مشكلة هتبقى طويلة. طيب لو حد كل بقى الفلفل وقطعه، ده معناه ايه؟ انه بيتعامل مع مشكلة وبيحاول يحلها، ان في مشكلة قدامه وهو بيحاول يدور لها على حل. طيب لو اكلنا الفلفل قلنا وطعمه حلو، ده يبقى رزق او خبر حلو ان شاء الله. وزي ما احنا قلنا الفلفل في المنام بيرمز لمواقف بتكون مثلا خير او تحذير. فنحاول ان احنا لو قايمين مبسوطين، يبقى نطمن ان دوت الرؤية دي رؤية فيها بشرة خير بالنسبة لنا. لكن لو قايم متضايق ومخنوق وحاسس ان مثلا الفلفل ده كلته وكان حراق واتضايقت منه او تعبت منه، هيبقى ده تحذير بالنسبة لي ان في مشكلة هتحصل، واكون على حذر على قد ما اقدر، واحاول ان انا ما ادخلش في مشاكل مع حد. او لو في امر انا هدخل فيه مشروع او حاجة هعملها خاصة بيا، افكر فيها كتير، ما تسرعش فيها. لأن ده بيبقى إنذار للرائي إن هو يحاول إن هو ما يتسرعش في قراراته. ده بالنسبة لرؤية الفلفل في المنام. ويا رب كده لو الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واكتبوا لي في التعليقات لو حد شاف أي رؤية عايزة أفسرها له.